ولكن هنا بنشوف عند تسوباكي وهو قام ملبس واحد من التوأم قرعة وقعدوا يتريقوا عليه، يعني كمان متنمر، فقعدوا يضحكوا ايه ده انت تروح كده المدرسة بقى شكلك جميل خالص، ولا ايه رأيك يا شيزوكا؟ ايه رأيك في اللبس اللي احنا ملبسهونه ده؟ فكانت سرحانه كده قامت قايله فعلا انا حاسه ان اللبس بتاعك اللي انت لابساه جميل قوي، وخصوصا البتاع اللي انت ربطتها على زورك دي. هم كلهم باصين كده، قالت في ايه انتوا كنتوا بتتكلموا في حاجه تانية ولا انا كان المفروض ارد على حاجه تانية؟ كنا بنتكلم عن ايه؟ قام قايل عندك حق فعلا انا اللبس عاجبني جدا. قال خلاص هي من الطبيعي برضو ان هي تكون قلقانه لان كانجي خرج ان هو يقاتل، ولكن اسمعي انت عارفه كده كده ان هو مش هيقع بسهوله، يعني انت عارفه فما تزعليش. قالت فعلا معاكوا حق، اخش بس الحمام وارجع لكم على طول. بس اول ما دخل الحمام قال له طب دلوقتي نجهز لها حاجه تضحكها اكتر؟ طيب ايه ده احنا هنكمل كده؟ طب ما كتير قوي كانجي بيروح يتخانق، اشمعنى المره دي يعني كل مره بتبقى عامله كده؟ قال ما نعرفش، ولكن عموما كلهم كانوا بيتصرفوا بطريقه غريبه كده لما مشوا. ثانيه، هو ده معناها ان هم اصلا الخناقه دي كلها ليها علاقه بشيزوكا؟ هنا بنشوفها قاعده في الحمام وعماله تعيط تمسح وشها، قاموا قايلين حتى لو كان ليه علاقه بيها فكره ان هي بنت كويسه وصوتها حلو في الغنى ما تتغيرش، ده غير دايما البنات بيخبوا اسرار يعني. قاموا قايلين ثانيه هي شيزوكا اتاخرت؟ لا ثانيه، يا نهار اسود، استنتجوا ان شيزوكا مشيت وفعلا شيزوكا قعدت تجري وسط الشارع وقاموا جارين على طول يلحقوها. هنا بنشوف وسط الخناقه كله عمال يضرب في كله، هنا الزعيم بتاع العصابة عمال يقول يعني زي ما توقعت من البوس فايت خسرنا ناس كتير، ولكن الراجل ده مجنون قوي، مع اننا قللنا كتير قوي من صحتهم برضه، وده فعلا بدأ يبان عليهم ان هم بدأوا يبقوا اضعف ويتمسكوا. هنا اول ما واحد فيهم اتمسك قام على طول ساكر جه انقذه وقعد يلف بسرعة ينقذ اي حد. قال ساعتها لما كانجي قال الكلام بتاع ان هو لو ضمننا ان شيزوكا امان ما يهمش نخسر ولا نكسب، حسيت ساعتها ان اللي قاله كان مدهش، ولكن ما فكرتش بس في المعنى اللي هو بيقوله ده معناه ايه. معناها ان كل شخص واقف قصادنا دلوقتي ممكن يتخلص عليه حالا، قعد ينقذ اي حد ويدعمه على طول. هنا فجأة قام سوق قام زعق ساكورا خلي بالك على طول، لان ان كانجي قام ضارب واحد وراه وقام جاري على طول وبيحاول ان هو يهجم على ساكورا، كله قاعد يزعق ثانيه انت بتهجم على مين يا عم؟ قام واقف كده يا نهار اسود معلش انا اسف كنت هضرب واحد مننا. انت يا ابني مالك يا ابني؟ قال له انت لسه قادر تتحرك يا ساكورا؟ قال له طبعا قادر اتحرك، في ايه؟ قال له كويس عايزك ترجع تاني بقى. قال له نعم انت بتقول ايه؟ قال له انا وعدت تسوباكي ان انا هرجعك بامان. كله قال صح احنا غلطنا اصلا لما دخلناك في الموضوع دوت. وكله يقول يلا بقى ده ما تزورنا مره تانية وهنجهز لك اكل حلو وهنجيب لك كمان عرض موسيقي جامد. يا جدعان بتقولوا ايه يا جدعان؟ قلت لكم ان ساكورا خلاص احنا اسفين ان احنا اعتمدنا عليك كل الفتره دي واحنا فعلا ممتنين ليك، اتفضل بقى لو ما عملناش الوعد اللي احنا قلنا لتسوباكي مش هنسامح نفسنا على الكلام ده، فاتفضل وارجع تاني. عشان كده انا عندي ليك طلب اخير معلش، ينفع تخلينا النجوم بتوع النهارده؟ هنا ساكورا انا ليه مش قادر اتكلم، ليه مش قادر اقول لهم حاجه؟ قام واحد من نادي سو انت يا ابني خده وامشي. قال له يلا ساكورا يلا بينا نمشي دلوقتي، زي ما انت عارف احنا لازم ناخد شيزوكا المكان امان. هنا قام الزعيم قال بس دلوقتي قدرت اشوف المجموعه الاخيره يا دوبك هزيمتكم جايه خلاص. قام زعق يلا امشوا، قام على طول سوق قام شده وقعد يجري. قال له يا عم سيبني، قال له احنا لازم نحمي شيزوكا مهما حصل. قعد يفكر كده ويبص لهم ورا، ليه ده الشيء الوحيد اللي انا اقدر اعمله لو بس كنت اقوى. فجأة سمعوا صوت كلهم بنت بتصرخ او باصين لقوا ان شيزوكا موجودة، قعدت تقول لهم كفايه كفايه ارجوكم كلهم واقفين. شيزوكا ليه؟ ايه اللي جابك هنا؟ قام الزعيم باصص ايوه دي البت اللي انا معايا صورتها، انت شيزوكا ناريتا جيت لنا بنفسك اهو، هل ده معناه ان احنا ختمنا اللعبه؟ فانت جيتي ليه يا بنتي؟ ارجعي تاني. قالت خلاص انا هروح معاكم بالشكل دوت مش لازم تعملوا اللي انتوا بتعملوه ده. هنا قام نيل جه يقف في طريقها قال لها انا مش هسمح لك تعدي، انا عارف انك حاسه بالاحباط عشان مش قادره تعملي حاجه، انا زيك مش قادر اعمل حاجه برضه، ولكن انت مش شايفه كانجي والناس التانيه بيتقاتلوا هم بيثبتوا ان هم عايزين يحموكي، لو رحت معاهم دلوقتي هتدمري المشاعر اللي هم كلها طلعوها لك دي، كل اللي هم عملوه ده ملوش لازمه لو انت في الاخر رحت معاهم، عشان كده ما اقدرش اسيبك تمشي. قالت شكرا ولكن انا عارفه ان الكل بيقدرني وانا بقدرهم بنفس الدرجه. وهنا رجعت لشويه ذكريات اول ما وصلت للبلد. قالت انا جيت للبلد دي وكنت مرتبكه قوي، ولكن لما قابلت كانجي قابلني من غير اي حاجه. ساعتها كانجي قام سائلها انت بتحبي حاجه تعمليها؟ قالت بغني. قام قايل لها طب ما تسمعينا كده. قالت لا انا مش للدرجه دي يعني اغني مع نفسي كده. قال لها لا ما تقلقيش غني بس ممكن تبقى كويسه. قامت مغنيه طلع صوتها رهيب. قام قايل لها ايه ده انت رهيبه قوي لازم تغني في المسرح بتاعنا، ده انا هكلم المدير على طول يكلمك ويخليك تشتغلي معانا. قالته من ساعتها وانا محاطه بناس جامدين وحلوين وحاسه ان انا عايش الحلم، ده غير اني وقعت في الحب لاول مره، فانا حصلت على اكتر ما استحق الصراحه، فما اقدرش استحمل ان شايف الكل بيتاذى بسببي. هنا الزعيم قعد يضحك عليها
قام كانجي باصص له، ايه المضحك في الموضوع يعني؟ قال لي الحاجات اللي بتقولها حاجات عبيطه زي انها بتحب واحلام والكلام دوت. الفقراء القذرين اللي زيها كده ما يخليهمش ان هم يحلموا الحاجات ديت. انت من نفس المكان اللي احنا جايين منه صح؟ قام لي قال سونا بقى، قال لها من غير ما يكون عندك ناس قرايب يعني اخرك يعني بتعملي ايه؟ بتجيبي اكلك بالعافيه عن طريق انك بتنظفي الاماكن، ومع كل دوت جالك راجل قذر غني يدفع لك فلوس وفي الاخر هربت منه برضه. فلما الاغبياء اللي زيك يتكلموا عن هبل زي الحب والاحلام ويدخلوا ناس ما لهمش علاقه بالموضوع في المشاكل بتاعتهم، فشوف الواقع بقى عامل ازاي دلوقتي. ما كانش قايل بس كفايه، قام حاول يضربه لكن قام متفادى الضربه. ما تسمعش كلامه يا شيزوكا، ارجع تاني. قام قال طب وليه نضربه؟ امسكه يا ابني ثبته خلاص لغايه ما البت تيجي. يلا يا شيزوكا لو جيتي هنا الموضوع هيخلص. قام الجري على طول عشان تروح معاهم. هنا ساكورا حاول لما شاف الناس بتتجمع قام على طول حاول يقف في طريقها. هي عماله تقول لا انا هكون كويسه، انا هكون كويسه، انا عملت كل الحاجات اللي انا بحبها، انا كنت مع الشخص اللي انا بحبه، ممكن اعيش على الذكريات وخلاص. وهي بتجري وساكورا بيحاول يوقفها، كله بيزعق ساكورا وقفها. فجأة بيلاقي إن التوأم واقفين قصاده وقاموا ماسكين شيزوكا. هنا البنت بقت مصدومة، إيه ده في إيه؟ قامت شيزوكا يا دي النيلة اختفيتي فجأة وتسيبينا كده؟ لا خوفتينا الصراحة. قامت قايلة لهم طب ابعدي عني، أنا المفروض ما أبقاش هنا. أيوه وإيه كمان؟ قالت لما مش هكون موجودة هنا محدش هيضطر إن هو يتأذى. قالت أنت عايزة إيه؟ قالت أنا عايزة أكون مع الكل. قام قايل وأنا كمان. خلاص كل حاجة كويسة دلوقتي، ينفع ترجعي ورا بقى اتفقنا؟ أنا آسفة والله دخلتكم في الموضوع. آسفة إيه؟ إحنا إخوات. قام الراجل قال له ايه ده مين ده؟ من الوقاحه قوي انك تظهر لنا فجاه كده، انت مين انت راخر؟ لما البت اخيرا صحت من الهبل بتاع الاحلام والحب والكلام دوت، هل انت فعلا عايزها تعيش حياه بقى مش حياه بتاعتها؟ يلا بسببك هنضرب الكل دلوقتي. قعد يضحك على كلامه. قال له ايه المضحك في الموضوع؟ قال له حياه مش مناسبه ليها، انت بس غيران منها. قال له نعم انت بتقولي مش فاهمك. قال له الناس اللي هم بيتريقوا على الحاجات اللي الناس تانية بتحبها غالبا مش راضيين عن نفسهم. انا برضه مش فاهمك، ممكن انا جعان بس يعني، بس عموما يعني جدعان احنا قصادنا فلوس كتير، يلا كونوا جد وخلصوا على الكل. هنا الكل بدأ يجري مرة واحدة ويحاولوا ان هم يتخانقوا خلاص يخلصوا عليهم. هنا ساكورا حاول يجري قام مناديهم ساكورا سو ميري كلكم اقفوا حوالين شيزوكا هنا. طب ما لا انتوا اللي انقذتوا العجوز وعايزكم كمان تنقذوا شيزوكا. فكروا احنا اصلا بنتخانق عشان ايه بعد اذنكم. وافتكر كلام كايجي كمان لما قعد يقول له ايه اول حاجه انت عايز تعملها وانت موجود هنا؟ قال فعلا اول حاجه عايز اعملها ان انا احميها، خلاص احنا هنحافظ على سلامتها. قال انت احد الملوك الاربعه صح؟ هل انت فعلا تقدر تحل الدنيا هنا؟ قال له ايه ده انت قلقان عليا؟ قال له مش باين عليا ولكني انا متحمس قوي دلوقتي، المفروض ما بلغش بس. قام واقف كده طيب كانجي وروبو اتشيزا ركزوا انتوا على الناس اللي قصادكم دول وسيبوا لي انا الراجل اللي ابو قصه شبه الفطيره ده والتوأم، انا عايز اوصل للراجل ده، افتحوا لي طريق ان انا اوصل له. وهنا قاموا هم جاريين بيحاولوا بطريقه عجيبه كده، انا كريم انا كرم عمالين يلوشوا الناس عشان يضربوهم وقعدوا يخلصوا عليهم. هنا كله واو دول ماشيين مع بعض بالظبط. حد حاول يهجم على تسوباكي بس يعني كللته صودا. قام قال له يلا دلوقتي انت بتحب اغاني ايه؟ والواد ده قعد يخربش في ضوافره كده ويقعد يعمل حاجات غريبه. قام ساكورا قايل لشيزوكا دلوقتي ما مش هتقولي لنفسك لو ما كنتش هنا صح؟ بعد كل اللي بيحصل دوت مش هتقولي لنفسك الكلام ده، انت قلتي ان انت عايزه تفضلي مع الكل وعشان كده الكل بيقاتل دلوقتي، فضعفك واحباطك ارمي كل ده على جنب دلوقتي وبصي ازاي كله بيشتغل بالنيابه عنك، كله كمان عايز يبقى معاكي وبالمقابل مش هيخلي حد يلمسك. قالت حاضر ماشي. قام قال له يا عم محدش بيجي لنا اصلا، احنا ممكن نعتمد على واحد من الملوك الاربعه والنواب بتوعه. وفعلا هو ماشي بطريقه من غير ما حد يقف في طريقه خالص، والتوأم منع اي حد يقرب منه وعادي خلاص على اي حد يقف في طريقه. فقالوا يا عم احنا اصلا شكلهم خلصوا على ناس كتير قوي. قال وفعلا العيال اللي ورا دي برضه عملت مجهود كويس. اما الراجل ده فضل يخربش في نفسه اكتر واكتر والريبو اتشيزا كمان قعدوا يضربوا هم كمان. قال بس يا دوبك دلوقتي وصلنا للقائد. قام على طول القائد قام جاري مره واحده حاول يهجم على طول على تسوباكي ولكن قام صادت الضربه. قال له ايه ده اخيرا اتحركت يلا بينا نرقص انت الشخصيه الرئيسيه صح؟ حاول يضرب ولكن قام على طول سوباكي بدأ يهاجم هو كمان والاتنين قعدوا يعملوا قتال ما بينهم. ولاد الذين عرفوا يخلونا نشوف قتال جامد من ابن التيت دوت، ولكن الاتنين قعدوا يصدوا ضربات بعض محدش فيهم قدر يتفوق على التاني. قالوا ايه ده الراجل ده بيقدر ان هو يجاري تسوباكي، لا قوي فعلا. قام قايل مين كان يتوقع ان العصابه بتاعتنا تقابل مشاكل وهي بتقاتل حد كده عشان بتاكله كويس. قعد يعور نفسه. قال له طيب هرقص معاك ولكن ادفع لي كل سنت على اللي انا هعمله دوت. وقام قعدوا يقربوا من بعض حاول يوقعه ولكن على طول فضلوا الاتنين برضه يصدوا ضربات بعض وهما بيضربوا بعض. قال يا كنت افتكرت ان انا هاخد فلوس بسهوله. قال له ده مش ملوش لازمه دلوقتي، مين افتكر ان انتوا اصلا هتقربوا منهم اساسا ولا هتاخدوا قرش واحد من الوجع بتاعها؟ قال له مش مهم، هي المذنبه لان هي سابت الحياه الحقيقيه وراحت تعيش ورا الاحلام والكلام دوت. وهنا قدر ان هو يديله بالبوكس يعوره. قال بجد سوبا كان ضرب بالبوكس ده حقيقي؟ غير ايه الهبل اللي انت حطه على ايدك ده؟
قام ضايقه كده، ايه ده طعمه زباله كمان، حتى بتحط حاجات فظيعه، قام تافف كده، ايه ده حاطط حاجات ولا حتى ما بتشبعش، معناه انه عاجبك بقى لغايه بتحطه بعد كل ده. صراحه ما بحسدكش على الكلام دوت، ولا حد بيحسده الصراحه، هم الاغبياء بس اللي بيعملوا حاجات مالهاش لازمه ومش هيهزموني. قام هاجم عليه، قام برضه حاول تفادى ضرباته، كان هيوقعه على الارض. قلت بتتكلم عن ايه؟ انا لما بحط الهبل دوت ببقى اقوى. قال له بتبقى اقوى ازاي يعني؟ بكون الشخص اللي عاجبني، انا ما ببقاش اقوى جسمانيا، ولكن ببقى عايز ابذل جهد اكبر، بحس بالحب، وده اللي بيخليني من جوه قلبي بقتل اكتر. قام ضحك عليه كده، القلب؟ انت مجنون يا ابني. قال له فعلا انت مش حاسس بنفس الشعور ده، مسكين فعلا، مستحيل اخسر قصاد شخص زيك. قام هاجم عليه، قام على طول سوباكي قام لافع شلوت مطيره وقعه على الارض. قال له يلا قوم لي، انا هوريك فعلا قوه الشخص اللي انت بتتريق عليه. وعلى كده بتنتهي الحلقه. بس ده كان الفيديو ده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، مش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وسلام.